فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخسف والرجفة والزلزلة، واستعاذ مما يكون من السماء من الحجارة والصيحة. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وهكذا كلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. ما أضعف بني آدم، ما أضعف الناس، ولو كان عندهم أجهزة يأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، يظنون أن النجاة من الكارثة بالأجهزة. عباد الله، ما وقع عذاب إلا بذنب، وما ارتفع إلا بتوبة. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أتى الله بنيان الفنادق من القواعد وبنيان الشاليهات فخر عليهم السقف. لقد انتقم الله من المحتفلين بالسكر والعربدة بحفلات رأس السنة، وأهلك الله أصحاب الفجور في المنتجعات السياحية، ومسح الله سواحل بأكملها على هؤلاء العراة الذين كانوا مضطجعين يأخذون حمامات الشمس. ناموا على سكر وعربدة وفحش وفجور فضربهم الله في 7 صباحا. قد هربوا من برودة بلادهم. لتكون مقابرهم في تلك الأنحاء متبعثرة. وهكذا من آيات الله وعادته في انتقامه من الأمم الاتيان بالعذاب في أول الصباح، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. لقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. زلها القوي المتين. الزلازل من آيات الله في الكون، العواصف، الفيضانات من جند الله يرسلها على من يشاء، يسخرها عقابا للمذنبين وابتلاء للصالحين وعبرة للناجين. هي من جند الله. ثم يقولون تنجم عن تنفس الطبيعة وغضب الطبيعة وثورة الطبيعة وغضب الطبيعة على الإنسان. فعل الطبيعة. ومن الذي خلق الطبيعة؟ هل الطبيعة هي التي أوجدت نفسها؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. وما لم يفهم البشر هذا فلن يستفيدوا شيئا. إنهم لا زالوا يعزونها إلى الطبيعة وغضب الطبيعة، ويقولون نقص أجهزة الإنذار، ولو كانت أجهزة لكانت الكارثة مختلفة.